السلام عليكم. هنعمل النهاردة القلقاس بالسلق بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان هنعمل فيه كده حاجة تخليه يتقشر معانا بسرعة، والزوجة بتاعته ما تبقاش كتيرة، يعني هنعرف نتحكم فيه بكل سهولة. هنعمله بطريقة سهلة، ويلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا مية بتغلي، غسلت القلقاس كويس وحطيت المية اللي بتغلي دي، حطيت فيها القلقاس بقشره زي ما حضراتكم شايفين. يعني ما تخافيش، حطي القلقاس اغسليه كويس، وبعد كده نزليه في المية اللي بتغلي وسيبيه 3 دقايق. 3 دقايق بس، يعني ما نزيدش عن 3 دقايق، وبعد كده نخرجه من المية اللي بتغلي دي ونشطفه كويس جدا تحت الحنفية بالشكل ده، ونبتدي بقى نقشره مع بعض. احنا حطيناه في المية اللي بتغلي ليه؟ علشان القلقاس بتاعنا يتقشر بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين، وكمان علشان المادة اللزجة اللي فيه ما تبقاش كتيرة. المية السخنة دي او المية اللي بتغلي بتخلي المادة اللزجة دي مش كتيرة زي الاول، بتخليه بنفضل نعرف نتحكم فيه من غير ما يكون فيه مادة لزجة كتيرة، والقشرة بتاعته بتبقى طرية وبنقشره بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا كأنك بتقشري بطاطس، في ثانية بتكوني مقشرة كمية القلقاس بتاعتك من غير ما يتعبك خالص. هنقشر الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، وبعدين عندي طبق مجهزة فيه مية دافية، يعني مش مية سخنة، لا مية دافية، وعصرت فيه حوالي نص ليمونة او ليمونة كاملة، وبعد كده هننزل فيه بقى القلقاس الجميل بتاعنا ده. زي ما حضراتكم شايفين كده عصرت ليمونة وحطيته في مية دافية، وهغسله كويس جدا. دي افضل طريقة تغسلي بيها القلقاس، ولازم تغسليه قبل ما تقطعيه وهو سليم كده، علشان تعرفي تتحكمي فيه وعشان ما ينزلش اللزوجة بتاعته. غسلته كويس، وبعدين هنجيب فوطة نظيفة، فوطة مخصصة للحاجات دي، يعني ما تكونش فوطة المطبخ اكيد، وهننشف بيها القلقاس كويس جدا. لازم القلقاس يتنشف من المية علشان تعرفي تمسكيه، وعلشان ما يطلعش المادة اللزجة بتاعته. هنشفه كويس جدا بالشكل ده، وهنقطعه بقى مع بعض. هقطع القلقاس زي ما حضراتكم شايفين كده مكعبات، بيتقطع معانا بكل سهولة علشان مفهوش مية خالص، فهيبقى سهل في التقطيع. قطع الكمية كلها، وكده القلقاس بتاعنا نضيف مش محتاج يتغسل تاني، لاني بعد ما بيتقطع ما ينفعش تغسلي القلقاس كده، الفايدة بتاعته هتضيع، وهيفضل ينزل كده في مادة لزجة، ومش تعرفي ومش هيبقى حلو خالص. ولو في اي حاجة كده مش حلوة بنخرجها، بنشيلها كده واحنا بنقطع فيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هقطع كمية القلقاس كلها بالشكل ده، لو عايزين اكبر من كده اكيد بتعملوه، بس انا بحب اقطعه وسط بالشكل ده. اقطع الكمية كلها، واثناء ما انا بقطع القلقاس هنحضر بقى مع بعض. هنركن القلقاس على جنب كده ونحضر الخضرة. عندي هنا نص حزمة من السلق، ونص حزمة كمان من الكزبرة، ولو عايزين تحطوا شبت ممكن تحطوا عودين من الشبت، بس انا استكفيت بالسلق والكزبرة. قطعتهم غسلتهم كويس وحطيتهم في شفشق الخلاط، وهضيف عليهم حوالي 3 معالق كبار من الكبشة، يعني 3 كوبشات كده كبار من الشوربة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وممكن تضيفي مية، وهفرمهم كويس جدا في الخلاط. عندي هنا بقى المرقة بتاعتي او الشوربة، حيقناها كويس طبعا، ظبطناها كده من الملح بتاعنا والفلفل الاسود. واول ما ابتدت تغلي لازم الشوربة تغلي قبل ما تحطي القلقاس، علشان لونه ما يغيرش معاكي. حطيت القلقاس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهسيبه يغلي. واول ما يبتدي خلاص القلقاس بتاعنا استوى بالشكل ده، قبل ما نطفي عليه، يعني قبل ما يستوي بدقيقة بالظبط، هنجيب الخضرة اللي احنا فرمناها في الخلاط مع الشوربة او المية، يعني ممكن لو ما عندكيش شوربة ممكن تحطي مية. هجيب الخضرة زي ما حضراتكم شايفين كده، واصفيها كويس بأي مصفى موجودة عند حضراتكم، بس تكون مصفى ضيقة،
ونركن بقى القلقاس بتاعنا هيغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده بقى يدوب يغلي غلوة ونطفي عليه ونركنه على جنب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا لونه حلو جدا. هنركنه ونطفي عليه ونركنه على جنب، ونبتدي بقى نعمل ايه الطشة الجميلة بتاعتنا. عندي هنا كمية الخضرة اللي احنا صفيناها، هحطها في الطاسة من غير اي مواد دهنية. هسيبها في البداية كده، اول ما تبتدي تشرب المية بتاعتها يعني هفضل اقلب فيها كده. لو حطيتي اي مواد دهنية دلوقتي مش هتبان خالص، ومش هت ومش هتحمر معاكي الخضرة. فلازم الخضرة تنشف كويس جدا من المية. اول ما تبتدي تنشف نبتدي بقى نحط معلقة سمنة حلوة كده ونقلب بقى. هنقلب الخضرة كده، واول ما تبتدي الخضرة بتاعتنا لونها يعني يغمق شوية، نحس ان هي قربت تحمر، هنجيب معلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وننزلها على الخضرة بالشكل ده. وهقلب بقى كويس مع بعض. قلب الخضرة كويس مع الثوم على نار هادية علشان ما تتلسعش مننا وتحمر بسرعة. وبعدين هنرش حوالي نص معلقة صغيرة كده من الكزبرة الناشفة، بتدي ريحة القلقاس بتاعنا، والطشة بتديله ريحة حلوة جدا. هقلب، وأول ما نلاقي التوم بتاعنا ابتدى يحمر، لونه دخل على الذهبي بالشكل ده، كده هنطفي النار وخلاص بقى ننزل الطشة بتاعتنا على القلقاس. احنا طفينا طبعا على القلقاس بتاعنا، استوى خلاص. نزلت بقى الطشة زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. وطبعا احنا مظبطين بقى الملح بتاعه، وطعمه حلو جدا جدا. وكده خلصنا القلقاس بتاعنا. يعني مش قادرة اقول لكم طعمه كان جميل جدا. عملناه بكل سهولة من غير ما نحمص الخضرة بالطريقة القديمة. بصوا ما شاء الله القلقاس عامل ازاي. احنا كده كمان بناخد كل الفوائد من الخضرة، لان احنا بنخليه اخضر بالشكل ده، مش بنسيبه. يعني مش بنحمر الخضرة ونرجع نطحنها بالطريقة القديمة، لا احنا بنعمله بطريقة سهلة وبناخد منه كل الفوائد، وبيطلع بالجمال ده وبيبقى لونه اخضر، بيبقى طعمه حلو جدا. غرفنا كمية القلقاس زي ما حضراتكم شايفين، وكده خلاص احلى واجمل طبق قلقاس بيدفيكي انتي واولادك في الشتا ده، وطعمه جميل جدا. وما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله.